الارت بلوك فترة زمنية كده بتخلي نفسك مسدودة انك ترسم او انك تمارس هوايتك عموما، وبتصيب معظم الرسامين، او ما تخليناش نقول معظم، خلينا نقول كل الرسامين مروا بالفترة دي، وممكن تكون انت كمان بتمر بالفترة دي. ففي الفيديو ده ان شاء الله هنعرف إيه الارت بلوك بيجي منين ومشاكله ايه، وازاي نقدر نحل المشاكل دي ونقي نفسنا ان احنا نقع. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد في قناة ذكرى ارت. انا اخوك محمد ذكري، مؤسس القناة دي. فكرة القناة اني بعمل فيديوهات عن كل حاجة انت تعرفها عن الرسم، اذا كان تحديات، مناقشات، حل مشاكل، نصائح، ايا كان انت تعرفه يعني الرسم، باذن الله هتلاقيه موجود في القناه دي ان شاء الله. فلو عجبتك فكره القناه ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل شيء جديد. ويلا بينا نشوف موضوعنا النهارده. اول سبب هو الضغط الكتير اللي بيبقى عليك، يعني تبقى ضاغط نفسك كده ايه انك ترسم بتاع 5 6 ساعات متواصلين ولا 500 رسمه في اليوم. لا يا باشا، ماشي، بتضغط نفسك كده تقول خلصت الرسمه ديت ما تاخدش قسط من راحه تكمل بقى انت بقى كتر الشغل الكتير اللي ورا بعضه ده بيخلي دماغك ان هو يتفلق، خلاص السيستم بتاعه وقع، ما فيش في اي مجال ان هو يفكر تاني او ان هو يرسم اصلا. فتلاقي انت عطلت مره واحده، مش عارف ترسم، مش عارف تعمل اي حاجه بسبب الارهاق الكتير لمخك وايدك وبدنك عموما. انت فاهمني؟ ماشي، دلوقتي احنا عرفنا ايه المشكله. طب ايه العلاج؟ يعني انا عايز اعالج المشكله دي يا محمد، ايه علاجها؟ بص، إيه، حاول تعمل فترات راحه، سواء اذا كانت ما بين الساعات او ما بين الايام. يعني ايه؟ يعني انت مثلا لازم نفسك انك ترسم يوم 3 ساعات عشان تطور مستواك او ايا كان عموما. سواء بتعمل اوردرات او زي ما احنا قلنا، يعني ايا كان انت بترسم الهدف ايه، بترسم مثلا 3 ساعات في اليوم. فحاول تقسمها، يعني ايه، ساعة ونص ترسم وبعد كده نص ساعة تريح بقى، فكك من أي حاجة تخص الرسم وخلي نفسك في الراحة، ارتاح، مسمعش أي شروحات، مسمعش أي حاجة في الوقت ده. كل هات لك كوباية الشاي الجميلة واشربها على البلكونة ولا حقيقة أي حاجة، بس مش عايزك يعني تشغل بالك بالرسم خالص. بعد نص ساعة ديت هتحس نفسك أصلا إنك مرتاح والدنيا تمشي معاك بسيطة. وصراحة مش في الرسم بس، يعني هو أظن في حاجات كتير جدا إن الراحة فيها مهمة عشان تجدد الشغف عندك او تجدد يعني ايه دماغك ان هو يبقى نشط ليها. الراحه اللي ما بين الايام، انت بقى يعني عايز تحط لنفسك راحه ما بين الايام، تعمل ايه؟ انت بترسم ال6 ايام كلهم بلا توقف ومجهود كبير زي ما احنا قلنا والكلام ده كله، فتدي لنفسك راحه ما بين الايام. زي يوم الجمعه مثلا، انت خدت يوم الجمعه ده اجازه، مش عايزك تشوف نفسك كده رسام اصلا. يعني ايه؟ انسى انك رسام، انسى انك بتجيب سكتشات وترسم، او اصلا انسى انك بتعرف تمسك قلم رصاص. انت تجيب سكتشاتك دي وتحطها تحت سريرك في درجك، ما تشوفش اي حاجه ليها علاقه بالرسم في اليوم ده. ادي لنفسك خروجه رايقه كده او نام، يعني اعمل اي حاجه ما عدا الرسم وانك تريح فيها دماغك. اصل ما تجيش تقول انا رايح من الرسم واروح اشتغل، مفيش الكلام ده يا باشا، عايزك ترتاح كده وتروق. تاني حاجة واللي هي البيئة المحبطة، تكون انت بترسم في امان الله عادي جدا، تلاقي واحد راسه مربع عديم الدم والاحساس يجي يقولك انت مبتعرفش ترسم او انت مالكش في الرسم اصلا، اعتزل الرسم يا ابني. او يجي اهلك كمان يقولولك ايه انت ما مالكش اي 30 لازمة، ما ترسمش، اعمل لك حاجة تنفعك. الكلام ده ايه حلها بقى يا محمد؟ كلمة واحدة بس: طنش. طنش للناس اللي بتحبطك ديت، لانهم والله ما هينفعوك الا طبعا اهلك. انا بتكلم دلوقتي عن الصحاب. الصاحب اللي بيحبطك ده سيبه اصلا، ما يعتبرش صاحب لو هو بيحبطك وبيشجعكش على الحاجه. إيه الا بقى لو جينا نتكلم في ناحيه الاهل، هم اكيد عايزين مصلحتك وعايزين دايما احسن حاجه. فانت اكيد قصرت في مذاكرتك او قصرت في فرض الصلاه، او انت مثلا وراك طلب ومش عايز تروحه، فاكيد يعني هم عندهم اسبابهم، لانهم هم عايزين مصلحتك برضو في الاول وفي الاخر. انت شوف انت مقصر في ايه معاهم واعمله، بعد كده كمل رسمتك عادي جدا، مش هيحصل اي حاجه. تالت حاجه وهو عبء اكمال الرسمه. يعني ايه يا محمد عبء اكمال الرسمه؟ انت بتكون رسمت رسمه فلقيت نصها صعب، فانت بتقول لنفسك ايه، طب انا اكملها ولا لا؟ تقول لا لا انا هكملها بعدين وارتاح، فتبدا ايه انك تسوف ليها. بكره هكملها بكره، لا بعده، لا هكملها بعده، وما بتكملهاش. يعني انت بتبدا تجيب بكره 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 وبكره بيجيب بعده والكلام ده كله، فبتقفل من الرسم. وده برضو بسبب ارت بلوك. بالنسبه لي انا معرفش بالنسبه لك ممكن يسبب لك ارت بلوك ولا لا. انا بتحصل لي المشكله دي كتير، فمعرفش اذا كانت بتحصل لك ولا لا. بس انت لو حصلت لك فانت قدامك حل من الاتنين: واحد انك تبقى واد جامد كده وتكمل الرسمه للاخر وترضى بالنتيجه حتى لو كانت وحشه، بس اديك برضو كملتها، والطريقه دي انا بحبها الصراحه. الطريقه التانية وانك تركن الرسمه اصلا. والله في ناس بيبقى عندهم كميه سلام نفسي كده ان هم يرموا الرسمه او احيانا يقطعوها كمان ويكملوا غيرها،
او ممكن يركنوها عشان لو حبوا، لو جالهم الشغف في يوم من الايام ان هم يكملوها يكملوا. بس انا بستخدمش الطريقه دي لان بحب ان انا ايه اكمل شغلي للاخر. يعني انا برسم مثلا رسمه رسمت نصها، لا بحب ان انا اكمل للاخر واتحدى نفسي واشوف انا اقدر اجيب اخرها لفين. ودول بقى ايه 3 مشاكل الارت بلوك واجهتني وطريقه حلهم. فلو انت عندك طريقه رابعه او خمسه يا ريت تكتبنا في الكومنتات وطريقه حلهم وانت اتعاملت معاها ازاي. فبس والله كده وصلنا لاخر فيديو. متنساش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل شيء جديد، والسلام عليكم.